أهلا بنات، كيفكن؟ شو أخباركن؟ إن شاء الله تكونوا كتير منيح. أنتوا عم تحضروا فيديو اليوم بما أنه العيد قرب بعد كم يوم، ومش بس العيد هو اللي قرب، عيد ميلادي كمان قرب، لهيك لازم نجهز بشرتنا، فقلت بجهزها معكم ونجهزها كلنا مع بعض. لهيك إذا حبيتوا فكرة الفيديو تنسوا تعملوا لي سبسكرايب ولايك وشير لرفقاتكم لحتى لي كمان يستفيدوا. اليوم رح نشتغل على كذا شيء. بدنا نقشر البشرة ونعمل ماسك ترطيب ولنشيل هول الهالات السود، وإذا عندكم كمان اسمرار حوالي الفم فيكن تعملوا الماسك تاعول تحت العين حوالي فمكن. ورح نعمل مؤشر التشويه، هذا المؤشر كمان كتير بفيدكم. وأهم شغلة تنتبهوا لها، أنا بس صرت انتبه لها، شفتوا يعني تقريبا صار نفس اللون. معجون الأسنان ما لازم يجي على حافة تمكن علشان ما يغير لون الجلد. والماسك الأخير اللي هو مي ورد، معناش علشان يهدي لنا بشرتنا بعد كل شيء عملناه فيها. أهم شيء ما تعملوا بالغسول بالآخر، ما تستعملوا أي سيروم أو مقشرات مثل الفيتامين سي أو الريتينول. تعملوا هيدا الروتين بالليل وتفوتوا تناموا عشان بشرتكم تحافظ على كل هيدا الترطيب. ويلا خلينا نشوف ريسيبي مع بعض تفصيل. أول ماسك هو للشفاف، بنحط ملعقة زيت زيتون، ملعقة سكر، وكم نقطة تنت، وبنحركهم كتير منيح مع بعض. تنت لحتى يعطي اللون الوردي للشفاف، يكون ملا لون طلع معنا. تاني ماسك بنحط قهوة مع مي ورد، هيدا لتحت العيون، بنحركهم كتير منيح. تالت ماسك انه بنحط سكر مع زبدة الشيا، هيدا للوجه، اول واحد رح نستعمله. والاخير هو ملعقتين نشا وشوية مي ورد، نخلطهم مع بعض، هيدا ليهدي البشرة بالاخر. نسينا الرؤوس السوداء تاعت المنخار، بعكوها كتير منيح بالماسك، وهذا الشي أنا ذاكرته بالفيديو اللي عم بتروح تشوفوه بعد هيدا. صبايا أهم شي تمسحوا مسح وجهكن، مش بتروحوا بتغسلوه بالصابون تشيلوا كل شي عملتوه. الماسك هلأ بتعول تحت العيون، ما بنعمل سكراب وبنخاف تحت عيننا ما بيسوى، بس رح بنحطه هيك. القهوة فيكن تحطوا زيت زيتون، بس أنا حطيت معها بس مي ورد علشان اللي بشرتن حساسة، أنا بشرتي كمان حساسة. شوفوا هحط إيدي، بدي أحط هون كمان. راح هوني، فكنت عم خبركن انه شوفوا النضارة وشوفوا جمال البشرة واللمعان. ما تقولوا من ورا الإضاءة بعدها هي ذاتها من أول الفيديو لحديت هلا، راقبوا قبل وبعد لحتى اللي تشوفوا. بلش وهلا ما بالشفايف حطيت بقلبه مي ورد، المفروض كنت حط فازلين بس حطيت زيت زيتون. المهم انه مرطب. خلينا نقشر شفايفنا ونعطيهم لون وردي كتير حلو. وهيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. إذا حابين نزلكن جزء تاني للعناية بالبشرة بس بمكونات مش طبيعية خاصة قبل عيد ميلادي، خبروني وأنا بشوفكم بالفيديو الجاي. باي.